ازيكم يا حبايبي يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو حلو، في فيديو روتين كده. ان شاء الله كده هنخش المطبخ كده ونشوف هنعمل غدا ايه النهارده. والنهارده طبعا الخميس، فطبعا يوم الخميس عندنا يعني اكل متنوع، يعني نعمل عزومه، بس هي مش عزومه ولا حاجه. يعني طبعا احنا شايفين فراخ ومطلعه لحمه من التلاجة عشان تفك. طبعا انا هعمل اكل النهارده، بس هي للاسف مش عزومه. كان نفسي يبقى في عزومه والله العظيم. انا بحب العزومات جدا على فكره. فكيت اللحمه. طبعا انا كنت مستعجله جدا، عشان انا بصحى من النوم. اول حاجه بعملها بعد ما افطر ان انا ابدا في الاكل على طول. ليه يا جماعه؟ عشان النور بيقطع عندي الساعه 4، فلازم قبل الساعه 4 اكون مخلصه كل حاجه. فاول حاجه عملتها فكيت اللحمه في الميكروويف وحطيتها على النار تتسلق. ماشي تمام، وسبت الفرخه بقى مع نفسها تفك شويه. النهارده بقى الخضار بتاعنا كان بسله بالجزر زي ما انتم شايفين كده. بعد ما فطرت خدت البسله قعدت افصص فيها، وخرطت الجزر عليها، وبعد كده جبتها على الحوض عشان اغسلها زي ما انتم شايفين. المهم ده روتين النهارده حلو ان شاء الله، وظريف وخفيف كده، يا رب يعجبكم. وان شاء الله كده لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وطبعا الناس اللي ما اشتركتش في القناه او اول مره تشوف قناتي ما تنساش تدوس على كلمه اشتراك. وطبعا فعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار طبعا باي فيديو انزله. ولو ان فيديوهاتي يعني مش بتنزل يوميا، بس انا عايزه يعني انشط القناه دي شويه، فنفسي والله العظيم انزل روتينات كده كل يوم. فساعدوني وشجعوني عشان اقدر انزلكم فيديوهات كل يوم. والله العظيم لما بيجيلي مشاهدات حلوه على الفيديو بحس ان انا عايزه اقوم اصور. ولما ما بتجيش مشاهدات عليه حلوه بحس ان انا كسلانه ومش عايزه اصور. هقول اصور ليه ولمين لما محدش بيشوفني؟ ف يا رب كده كلامي يوصل لكم وفعلا تقفوا معايا وتشجعوني ان انا يعني اكمل وكده. بس قبل ما نبدأ اي حاجة بقى، معلش ان انا دخلت في الكلام على طول. منساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما قلت لكم انا عندي النور بيقطع الساعة 4، فطبعا يعني كلنا طبعا في الفترة دي فترة الدراسة أو فترة المدارس، كلنا كستات بيوت أو كأمهات عندنا ولادنا بتروح المدارس وبيرجعوا من المدارس بدري. فطبعا كلنا اللي كنا بننام طبعا في الصيف وبنصحى على العصر كده والكلام ده ما بقاش فيه الكلام ده. لان زي ما انتم عارفين الشتاء نهاره قصير وليله طويل، وولادنا بيرجعوا من المدرسة عايزين غدا على طول. وانا عندي ابني ربنا يخليهولي بيجي من المدرسة بيبقى عنده دروس كتير بعد المدرسة. فطبعا لازم اكون مجهزه الاكل عشان خاطر لو عنده درس او مدرس جاي عندي البيت وكده، فلازم اكون طالعه من المطبخ قبل ما المدرس يجي، عشان المطبخ بتاعي تحت قصاد الاوضه اللي بياخدوا فيها المدرسين او بيجوا فيها المدرسين يدوا درس لابني وكده. زائد النور بيقطع، فانا الساعه قبل الساعه 4 لازم اكون مغدياهم ومخلصه اكلي وكل حاجه وغاسله مواعيني ومشطبه المطبخ وكل حاجه. النور يقطع اخد بعضي واطلع بقى الدور اللي فوق، اقعد بقى على ضوء الكشاف بتاع الموبايل مع نفسي كده شويه، او ممكن اريح شويه انام ساعه ولا حاجه. بس فدي حياتنا، يعني تهيألي كل ام بتبقى زي كده، يعني ما فيش جديد يعني. لكن الملل والروتين هو الجديد ولا الملل والروتين برضه مش جديد؟ الملل والروتين مش روتين الطبيخ والاكل. الروتينات عامة، يعني ان انت كل يوم تقومي من النوم تطبخي، كل يوم تقفي في المطبخ، كل يوم تغسلي مواعين. هو ده قصدي الروتين اللي فيه الملل، اللي بيجيب ملل، بيجيب زهق، بيجيب اكتئاب. وانا عامة بقى عندي الشتا ده يعني اكتئاب، مش فاهمة ليه. ف ويمكن بقى عشان دلوقتي بقت جانا مش معايا كبنتي برضو كانت بتبقى جنبي بتسليني وكده. وشغله كل تفكيري، وانا لسه راجعه من عندها طبعا، بس اول ما جيت ده اول فيديو اعمله او اول روتين في المطبخ اعمله في بيتي اللي في الصعيد. وانا كنت بصور لكم دايما في شقه اسكندريه، قلت بقى المره دي بقى ما صورتكمش من زمان في شقه الصعيد، فمعايا بقى انتوا النهارده اهو في مطبخ الصعيد المره دي. اه، اما الخلاط عمل فيها حته دين عامله. طبعا انا بضرب الطماطم في الخلاط بسرعه عشان النور بيقطع، فبعد كده مش هعرف اضربها في الخلاط. تخيلوا بقى انا عامله حساب الكهرباء ان هتقطع، ومش عامله حساب ان الخلاط اصلا بايظ مش عايز يشتغل.
تخيلي لما تبقي بتطبخي وتفاجئي بحاجه زي كده. اخر عكننه والله العظيم بجد. قعدت احاول مش بيعمل صوت وصوته شغال، صوت الموتور شغال، بس البتاع السكينه اللي جوه دي ما بتلفش نفسها. قعدت احاول فيه كتير قوي وعايزه اخلص بقى، وانتوا عارفين الوقت ده بيبقى ضيق جدا والنهار قصير. طب اعمل ايه؟ افتكرت ان انا عندي مفرمه لحمه. المفرمه دي حلوه قوي، كنت جايباها من السعوديه معايا. المفرمه دي منها مفرمه لحمه ومنها مكان فيها للكبه. فافتكرت بقى وكده، قلت اعمل في الكبه دي. الكبه دي تخليط بصل، بضرب فيها عصير كده، لكن اضرب فيها طماطم مش يعني. هي حلوه وسرعتها جميله ما شاء الله. بس المشكله بقى ان هي مش بتاعه طماطم. بتطلع الطماطم فيها القشره تخينه. الخلاط مثلا بيطلع الطماطم ناعمه، يعني عصير ما فيهاش اي قشر. لكن الكبه بيطلع فيها قشر، بيطلع في الطماطم، عصير الطماطم اللي بيتضرب بيطلع فيه قشر. انا كان عندي كبة برضو حلوة، اللي هي هاند بلندر، وديتها لجانا في اسكندرية عشان تستعملها هناك. فانا بستعمل دي دلوقتي، سرعتها حلوة وكده. عمال حاولت ازود مية كتير هنا في عصير الطماطم عشان خاطر الخلاط يشتغل. طلعت المية كتير، يعني زودت مية سوري، لقيتها مخلية الطماطم خفيفة. رحت رايحة منقصة المية وجاية ضربها تاني. حاولت بقى ان انا اخلص على قد ما اقدر، واحنا يعني لازم نتصرف يعني. هي اللي ضايقني بس ان العصير بتاع الطماطم طلع تخين فيه قشر. فانا بسبكها كانت باينه قوي. ما علينا. المهم ان احنا ايه، النهارده يوم كده. حبيت ارجع لما رجعت من السفر، يعني حبيت طبعا مصطفى والحاج وكده، يعني اعمل لهم اكل متنوع وكده. فكان بقى اللحمه، وعملت فراخ، وعملت بسله. اليومين دول البسله بقى لسه طالعه جديده، فتحس ان احنا مشتاقين لها قوي يعني. زهقنا من الملوخية وزهقنا من بامية وصينية البطاطس. يلا، الحمد لله نعمة ورضا، هنعمل ايه؟ طبعا لسه جاية من عند جنى، فتلاقوني ايه، اول لما بكون جاية من عند جنى ببقى جاية متضايقة شوية ان انا سايباها. بيبقى باين على صوتي ان انا جاية بقى، يعني ببقى جاية في السكة بعيط والله. تخيلوا ببقى قاعدة معاها هناك طول النهار اشتمها وازعق لها وذاكري وركزي وما تناميش وقومي وذاكري وروحي دروسك، وشد بيني وبينها. واول لما اسيبها وامشي قلبي يوجعني والله العظيم، وافضل اعيط عشانها طول السكه. وتلاقيني اتصل عليها، يا جانا عامله ايه؟ كل دي اتصل وانا في الطريق. المفروض هي اللي تتصل عليا، أنا اللي مسافره. الاقي نفسي كل شويه ارن عليها، عامله ايه؟ صحيتي؟ نمتي؟ اكلتي؟ شربتي؟ ما تزعليش مني يا جنى لو اتنرفزت عليكي، انا ببقى متعصبه عشان مثلا عايزاكي تبقي كويسه، عايزاكي تذاكري، مش عايزاكي تنامي كتير، مش عايزاكي تقعدي على التليفون كتير. فبتعصب عليها كتير. فلما بمشي ابتدي بقى اقول لها بقى ما تزعليش مني يا جنى، حقك عليا الكلام ده. مع اني المفروض ما اقولش كده، المفروض افضل شديده على طول، يا اما ايه حنينه على طول. لا، انا شويه كده وشويه كده. هنا بقى ايه، ادي الطماطم اهي. سلقت اللحمة طبعا، وهنا بقى ايه، حطيت بصلاية وقليتها. وبعد ما البصلاية اتحمرت نزلت عليها بالطماطم، واحط بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون وكزبرة وشوية شطة كده يعني. طبيخ يعني بتاعنا يعني، او الخضار عامة. بس هنا بقى ايه، سبتها تتسبك التقلية بقى بتاعت البسلة. وقلت بقى ايه، اجهز زي ما سلقت بقى اللحمة، قلت ايه هسلق برضو الفراخ. انا لما كنتش طبخة بسلة كنت هعمل صينية فراخ في الفرن، لكن قلت لا، طالما عملت بسلة يبقى هعمل فراخ مسلوقة وبعد كده احمرها كده يعني. هنا بقى كنت سايباها تفك مع نفسها وهي سليمة، وحط لها ملح وحط لها ليمون وكده. فلما فكت بقى قلت اقطعها
عشان كلها تشرب من ميه بملح بليمون وكده، عشان تضيع بقى الدم والزفاره اللي فيها وكده. على فكره يا جماعه، الفراخ دي فراخ بيضه بس تربيه بيتي. يعني احنا مش شاريينها. احنا بقى بنعمل ايه بقى؟ بنجيبوا الكتاكيت الصغيره اللي هي البيضه ونجيب لها علف ونربيها. في خلال 35 يوم 40 يوم بالكتير قوي يتدبح منهم، تبقى الفرخة وصلت 2 كيلو 2 كيلو الا ربع كده، تبقى مقلبظة وحلوة وجميلة كده. فاحنا جبنا بقى فراخ، وبعد 35 يوم بالظبط ما شاء الله ما شاء الله، لما بياكلوا علف كتير وكده الفرخة توصل 2 كيلو. فدي فراخ تربية البيت، مش اللي هي بنشتريها من المحل بتاع الفراخ. بعمل الموضوع ده كل فترة كده، يعني بيبقى حلو وموفر يعني. كانوا 5 فرخات بسم الله ما شاء الله. لما دبحتهم بقى مرة واحدة وتنضفوا كده، شلتهم في الفريزر. طبعا وانا مسافرة اسكندرية اخدت منهم معايا طبعا عشان جنى، والباقي سبتهم عندي في التلاجة. دي اول واحدة اطلعها هنا بقى في شقة السعيد، لكن وانا في اسكندرية عملت انا وجنى هناك وكده. دي بقى الشقة بتاع بيت السعيد بقى. لما رجعت قلت اطلع بقى فراخ وكده، فليا والمصطفى والحاج طبعا ما بياكلش الفراخ البيضة، فعملنا له لحمة. عندنا اللحمة اللي هي لحمة العجول الصغيرة، اللي هي اللحمة البتلو. هنا في الصعيد عندنا، في الصعيد او الصعيد عامة، لحمة العجول الصغيرة او اللحمة البتلو احنا بنقول عليها بتلو في اسكندرية. هما في الصعيد بقى بيسموها لحم بطش. معرفش ليه بيسموا العجل الصغير بطش، بيدلعوه ده ولا ايه؟ مش فاهمة. ده اسم طبعا منتشر ومعروف يعني. انا لما جيت هنا الصعيد زمان بقيت استغرب، اقول لهم بطش يعني ايه بطش؟ قالوا دي لحمة عجل صغير يعني. انا اسمع ان هي اسمها بتلو، لكن لما رحت وعشت في الصعيد بيقولوا لي ايه ده، لحم بطش وكده. بقى لحم خفيف وناعم وبس، وشوربته بتبقى خفيفة شوية. فالبسلة طبعا انا خدت من الشوربة حطيتها في على البسلة، فلحمة البطش بتبقى او لحمة البتلو دي بتبقى خفيفة شوية، فرحت حاطة مكعب مرقة عشان يعني تدي تيست عالي شوية. البسله بقى انا قلت ايه، مش هحطها كده وخلاص واسيب اللحمه كده ومسلوقه. البسله ما ينفعش ان هي واللحمه كده اتعملوا طاجن واحد. يعني عامله البسله اهي واديتها غلوتين على النار، وبعد كده سلقه اللحمه وانزل بقى في البسله في طاجن زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ادخلهم الفرن. الله الله، بتطلع احلى لحمه بصراحه. اللحمه البتلو ما ينفعش تتاكل كده مسلوقه. لازم تتحط في طاجن كده في الفرن، سواء كان طاجن باميه، طاجن بالبصل، او مع البسله كده، بتبقى تحفه تحفه تحفه. عامة انا ما بطبخش لحمة البتلو او لحم البطش ده غير في طواجن في الفرن. وكل اللي كانوا منها طواجن في الفرن من ايدي شكروا فيا جدا، وبيقولوا لنا قولوا لنا بتعمليها ازاي. فانا كده حطيت اللحمة مع البسلة وادخلهم الفرن، عشان بصراحة هي ما ينفعش تتاكل الا كده، لانها لحمها مش اللي هو اللحم الاحمر قوي. بيبقى لحمها في نسيرة وكده، بس النسيرة بتبقى لونها فاتح شوية. فعشان كده لازم تتحمر، تتحط تاخد لون بقى مع البسلة ومع الطماطم وكده. وطبعا بالهنا والشفا للي كل. كده عملنا الفراخ وعملنا طاجن البسلة باللحمة وايه تاني، ورز بقى على السريع بقى، يعني كده على السريع مع السلطة. يبقى كده خلصنا فل الفل. وفعلا فعلا خلصت الاكل وانجزت اهو. وكان عندي بقى شوية خضار، بقى طماطم، وكنت جايبة بقدونس وفلفل وليمون. فخلصت، خدت منه اللي خدته، والباقي هطلع منه للسلطة، والباقي اعبيه بقى واشيله في الفريزر. سوري في التلاجة، فريزر ايه. فرشت بقى مناديل في المنظم كده اللي بحط فيه الطماطم والحاجة. وبعد كده مرضتش اغسلهم طبعا، الطماطم والخضار افضل ان هو ما يتغسلش، يتحط زي ما هو كده، ولما تعوزي منه تطلعي تغسلي، عشان خاطر بيبوظ من المية وكده، او المية بتبوظه يعني. بس كده كان فيديو النهاردة ظريف وخفيف كده، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى تكون استفدتوا منه حاجة، او البنانيت الصغيرة اتعلمت منه حاجة. وده كان فيديو النهاردة وروتين النهاردة. يا رب يكون عجبكم. تمام. ويا رب كده، متنسوش بقى تحطوا لي لايك يا جماعة، اهم حاجة بقى اللايك.
وعايزه كومنت حلو من عندكم، ويسلم اي حد وتسلم ايد اي حد عمل لي كومنت